السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى دائما نلقاكم كلكم بخير وعلى خير، احوالكم طيبه. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم فقاص اللي غادي نحضروا باللوز وبالزرارع. غادي ندخل فيه حتى زريعه الكتان، كتجي رائعه بزاف الفقاص. فغادي نشاركوا معكم ان شاء الله بجميع التفاصيل. بقوا معايا حتى الاخر الفيديو باش تشوفوا معايا المكونات وكذلك طريقه التحضير. فبسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات عندي هنايا في قصرية 8 ديال البيضات مع واحد القبيصة ديال الملحة. عندي هنايا كاس ونص ديال هنا كاس ديال اللوز اللي كنكون رطبته هكا في شويه ديال المزهر. عندي كاس ونص ديال السكر سنيده. عندي كاس الا ربع ديال زريعه الكتان اللي كنكون منقيها بطبيعه الحال وكنمسحها مزيان. ما كنحمرهاش، كنديرها هكاك. عندي كاس ديال الزنجلان حتى هو نحمرو غير واحد شويه في الفران، غير هكا تحيد منه هذيك الرطوبه. وعندي كاس ديال الماء الزهر. وعندي جوج ساشيات ديال خميره الحلويات وجوج ساشيات ديال عفوا ديال الزا زهر. سمحوا لي مشات ليا سميتها. المهم كيف ما كتشوفوا معايا غادي نضيف هنايا كاس ونص ديال الزيت على هذوك 8 ديال البيضات. وانا كنخدم بيديا اولا بالفوي، ما كاين صراحه ما احسن من اليدين، يعني تخدمي بيديك احسن. صافي هنايا كما كتشوفوا كندوب هذاك الزيت مع السكر وكذلك مع البيض. من بعد كنضيف كاس الا ربع ديال زريعه الكتان وكاس عامر ديال الزنجلان. وهنا عندي معلقه كبيره مخلطه ما بين نافع وحبه حلاوه. عندي كاس ديال اللوز اللي كما قلت لكم كنكون مرطباه من قبل في المزهر واحد الساعه ولا ساعتين قبل باش هكا ما يتفرتش ليا فاش كنبغي نقطع الفقاس. وعندي كاس ديال المزهر. عندي جوج ساشيات ديال زهره البرتقال. صافي كما كتشوفوا معايا كنخلط هادشي كامل. من بعد كنضيف الدقيق، وانا كنجمع العجين. الدقيق دائما كيبقى على حسب النوعيه ديالو، يعني ما كاينش واحد المقدار اللي هو معين. كنبقى هكا نضيف لان كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين اللي لا. فكنبقى نضيف الدقيق حتى كتجمع لي العجين. دائما العجين ديال الفقاس هنا غادي نضيف جوج ساشيات ديال خميره الحلويات. دائما كما قلت لكم عجين ديال الفقاس ما كيبغيش يكون قاصح باش هكا ما كيجيناش مدقص وكيجينا كيتفرتت، وما كيبغيش العجينه نخليوها جاريه باش ما فاش كندخلوا الفران ما كيسيحش لينا. كما كتشوفوا معايا عجينه رطبه ما قاصحه ما مرخوفه. صافي هنايا غادي نقسم العجين ديالي على 8 ديال الكريات، لانني درت 8 ديال البيضات. دائما درتو 8 ديال البيضات قسموا العجينه ديالكم على 8، درتو 6 كتقسموا العجين على 6 باش هكا كيجيوكم الفقاس هو هذاك، يعني ما كيجيش كبير وما كيجيش صغير. صافي كما كتشوفوا معايا كنبدا نحربل هكا في هذا الحربول دائما، وكنحربلو انايا كنحاول هكا نخبطو مع سطح العمل باش كيخرج منه هذاك الهواء وما كيجينيش الفقاس ديالي فيه هذاك دوك التبويقات هكا من الداخل ملي كنقطعو. نتمنى تكونوا فهمتوني. صافي كنبقى مستمره هكا كما كتشوفوا معايا انا كنحربل وكنحاول نخبط الحربول ديالي مع سطح العمل، وكنبقى هكا كنستف لي بوده اولا في الحرابل في هكا في اللاطه اللي غادي ندخلها الفران. غادي ندهنهم هنايا ببيضه كامله مع واحد الساشيه ديال القهوه سريعه الذوبان. كندهن الكوش الاولى، يعني كندير دو كوش، يعني كندهنهم جوج مرات وكنعاود نرجع تاني ندهن الدهنه الثانيه. صافي وكنشرطهم هكا، يعني معروف قاس كنشرطو هكا بالفورشيت من الفوق وكندخلوه للفران اللي كيكون بارد. ضروري ومؤكد الا بغيتوا الفقاس ينجح معكم وما يتفرقاش لكم دخلوه الفران اللي كيكون بارد كما كتشوفوا معايا. يعني يلا شعلته ودخلت اللاطه ديالي الفران. وهانتوما كما كتشوفوا النار كتكون بحال هكا، يعني فاش يلا كتشعلوه ملي كتدخلوا الفقاس ديالكم شوفوا معايا كتنقصوه وكتخليو الفران كتسدوا واحد الباب وباب الاخر كتخليوهم بالسم شويه كما كنقولوا، يعني ما كتزمتوش عليه الفران. صافي من بعد ما كيطيب كما كتشوفوا معايا كيجي على هذا الشكل هذا، ما كيتفرقع ما حتى حاجه. هانتوما كما كتشوفوا كنغطيه هكا بواحد المنديل وكنخليه حتى كيبرد، عاد كنرجع كنقطعو. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما برد. كما قلت لكم كنغطيوه هكا بواحد البلاستيكه ومن بعد بواحد المنديل وكنخليوه حتى كيبرد. ماشي ضروري انكم تبيتوه، غير خليوه هكا غير تيبرد
صافي وكنبدا نقطعو فيه. شوفوا معايا التقطاع، كناخد موس اللي كيكون ماضي، كنوقف في الاول الموس على الراس ديالو ومن بعد كنهبط على البودان ديال الفقاس. شوفوا معايا يعني الطريقه راها واضحه بلا ما نزيد نتلفكم. كتوقفوا الراس ديال الموس في الاخر ديال البوده، من بعد كتضغطوا، وكما قلت لكم الموس كيكون ماضي ضروري ومؤكد. ها انتم كما كتشوفوا معايا كيجي على هذا الشكل هذا. كنديروه كنقطعوه هكا، يعني ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق، لان الا كان رقيق ملي كيطيب ملي كيعاود نعاودو نردوه يطيب اولا نعاودو نردوه يتحمر، كيعواج لينا هذاك الفقاس اولا كيتقوس. يعني نديرو هكا ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق. صافي كنبقى هكا مستمره كنقطع في الفقاس ديالي. شوفوا معايا راه ما كيكونش عندكم الرتوش نهائيا، من غير هذوك القنيتات اللي كيكونوا في الجناب، حتى هما راه كنحمرهم وحتى هما راه كيتكالوا، يعني ما كيتفرتت ما حتى حاجه. تبعوا طريقه بالتفصيل بالنسبه للمبتدئات ولا اللي ما كيستقلاش هكا الفقاس. تبعي اختي هذه الطريقه وان شاء الله غادي يصدق معاك. صافي هنا كنعاود نستف الفقاس ديالي من بعد ما قطعته. شوفوا معايا كنستفوه هكا في اللاطه وكندخلو الفران. كنحمرو على عافية مهيلة ضروري، وكياخد شوية الوقت، ولكن النتيجة كتكون مرضية. نحمرو على عافية اللي كتكون مهيلة. كيتحمر لينا من الجهات بجوج، يعني كنديروه الفوق حتى كيتحمر، من بعد كنهبطوه لتحت، دائما نقصوا عليه العافية. وكيكون هذا هو الشكل ديالو. شوفوا معايا كتجي هذيك زريعه الكتان هكا باينه في الفقاس ديالنا. كذلك هذاك اللوز ما كيتقطع ما حتى حاجه، لاننا فزقناه قبل في الماء في الماء زهر اولا غير في الماء عادي ما عندكمش الماء زهر. كيكون هذا هو الشكل ديالو، كيجي بنين بزاف. هذيك زريعه الكتان كتعطيه واحد القرمشه زوينه من بعد ما كيطيب. جربوه ان شاء الله غادي ينال اعجابكم. ودائما عجبكم الفيديو ما تنساوش ديري لايك، ونخليكم الى